الأصدقاء الأعزاء، صديقات العزيزات في المهاجر والشتات وفي البلاد في سوريا العزيزة، مرحبا، مساء الخير. حديث اليوم سيكون مزيج من الكلام حول الثقافة والسياسة. لا يمنع أن نشرب القهوة أيضا. ونكاية في من توقفوا عن شرب القهوة، أنا سأشرب القهوة. الصور التي رأيتموها الآن هي لمظاهرة شهدتها العاصمة السورية دمشق، ودمشق لم تشهد مثيلا لهكذا مظاهرة كاتب ضد كاتب سوري، عربي كردي أرمني، كاتب معارض. لكنها ولله الحمد على زمن دولة ونظام أبو محمد الجولاني صرنا نشهد مظاهرات في دمشق ضد الكتاب، ضد الأدباء، ضد الصحفيين، لأنهم كرد، لأنهم سوريين، لأنهم ديمقراطيين معتدلين، لأنهم قالوا لا لنظام الجولاني، قالوا لا لائتلاف القاعدة وداعش وائتلاف السلفية الجهادية والنظام الإيغوري والتركستاني والأفغاني في دمشق، والنظام الداعشي في دمشق، نظام المجازر والفضائح. هذه مظاهرة بزعامة وقيادة فتون حيصبيس، اللي يعني ملتقطة صور وبدون حياء، بدون خجل، تخرج في مظاهرات ضد قسد في دمشق وتلتقي بقسد وقيادات قسد في باريس بمنتهى الصفاقة والوقاحة. من تحت الطاولة بتزبط مع قسد، من فوق الطاولة مع الجولاني، من في زاوية أخرى. والوثائق التي ظهرت يعني وكشفت علاقتها مع النظام السابق كمان. ليش الموجودين في هذا النظام الحالي من ليست لديه علاقة بالنظام السابق؟ المهم، هذه المظاهرة هي سابقة سياسية أخلاقية ثقافية يتحمل مسؤوليتها الرئيس الانتقالي وبين مزدوجين أحمد الشرع. الرئيس الانتقالي وبين ظفرين وبين مزدوجين أحمد الشرع هو الذي أوصل حال دمشق إلى ما شهدته هذا اليوم. هذه السابقة لم تحدث على زمن حافظ الأسد وبشار الأسد في أوج جبروت وغطرسة وطغيان هذا النظام الطاغوتي البعثي. ما صار هيك شيء في دمشق ولا في أي محافظة تخرج مظاهرة من أنصار النظام ضد كاتب. على زمن البعث، على زمن الأسد الأب والأسد الابن، كان هنالك كتاب حتى علويين معارضين. البيئة الحاضنة لهذا النظام لم تخرج في مظاهرات ضد هؤلاء الكتاب، والأمثلة يعني أكثر من أن نحصيها في هذا المقام. لكن الآن تخرج مظاهرات ضد كاتب لأنه كردي، ولأنه سوري، لأنه يطالب بسوريا ديمقراطية تعددية لا مركزية. خرجت هذه المظاهرة مظاهرة كسر عين للتغطية على فضيحة الإعلام، إعلام الجولاني، بصرف النظر عن الأسماء. فضيحة 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 المهنية، ضعف الحجة. أنتم شاهدتم يعني ما جرى على شاشة
إخبارية السورية، إخبارية نظام الجولاني. وبالتالي هذه السابقة ستبقى وصمة عار على جبين وزارة الثقافة، وزارة الإعلام. أمامها ترفع لافتات ضد كاتب. عزمي بشارة بيشوف هذا الكلام، بيشوف هذا مستوى السفالة والرذالة التي وصل إليها إعلام نظام السوري، وهو يرى بأم عينيه ما يجري ضد كاتب كردي. في يوم من الأيام مركز عزمي بشارة وجه لي دعوة، وألقيت قرأت ورقة بحثية في مركزه في 2008. يرى ما أتعرض له من إهانة وصلت إلى حد إخراج مظاهرات تحريضية ضدي في دمشق الأموية، دمشق عزمي بشارة وأبو محمد الجولاني. هو أيضا يتحمل جزء من هذه المسؤولية، ما هذا الإعلام الممول من مؤسسته بطريقة أو بأخرى، كما قال وزير الإعلام السوري. هذه الحادثة يتحمل مسؤوليتها وزير الإعلام السوري حمزة مصطفى بوصفه مندوبا لمؤسسة عزمي بشارة في الحكومة السورية. أنا، وأعوذ بالله من كلمة أنا، يعني عضو في رابطة الصحفيين السوريين. المظاهرة التي خرجت ورفعت لافتة ضدي كانت إهانة لرابطة الصحفيين السوري. أنا عضو مؤسس في هذه الرابطة. 2، أنا عضو في رابطة الكتاب السوريين. هذه المظاهرة وما حملوها من لافتات ضدي هي إهانة لكل الكتاب السوريين في رابطة الكتاب السوريين، وأغلبهم يعرفونني من أنا، يعني يعرفونني على المستوى الشخصي وعلى مستوى المواقف والآراء والأفكار، يعرفونني. يعني أنا، هذه إهانة لرابطة الكتاب السوريين. أنا بإمكاني أن أصعد الأمر وأشرك مؤسسات صحفية، وأشرك مؤسسات دولية معنية بحقوق الكتاب والمثقفين والأدباء والصحفيين هنا على الأراضي الأوروبية، وأرفع دعوة على هؤلاء الذين يرفعون لافتات ضدي لأنني قلت رأيي. بإمكاني أن أصعد وأجعلها قضية رأي عام، وهذا حقي، هذا حق يكفله لي القانون هنا على الأراضي السورية. إذا هناك ما في قانون، بس هنا في قانون، بإمكاني فعل ذلك. لكن أكتفي بهذا التأكيد على أن هذه فضيحة يتحمل مسؤوليتها كل هؤلاء: وزير الإعلام، وزير طبق الكرامة، وزير الثقافة. ينبغي أن يشعر بالحياء والخزي والعار والخجل عندما يرى لافتة ترفع ضد كاتب سوري. إذا أنتم بتشوفوني كردي رح أحكي معاكم ككردي، ما عندي مانع. ترون الأعلام الموجودة خلفي، العلم السوري، علم الاستقلال، يتوسط العلمين الكردي والسرياني. إذا بدكم أحكي معاكم إذا مصرين تطلعوا علي بوصفي كردي وليس سوريا، رح أحكي معاكم ككردي مش كسوري. هذا يتوقف على طريقة التعامل. وإذا بدكم نحكي ونبقى سوريين، أهلا وسهلا. قلبي يتسع لسوريا بالقدر الذي يتسع لكردستان ولمصر ولفلسطين وللعراق ولتركيا ولكل البلدان ولبلجيكا. وطني الآن بلجيكا التي تمنحني هذه الحرية ومنحتني الجنسية، ولا تتعامل معي مثل تعامل نظام البعث البائد ونظام البعث الحالي. بلجيكا لا تتعامل معي بهذه الطريقة الشنيعة الوقحة البذيئة.
العنصرية الفاشية الطائفية لا تتعامل معي هكذا. بلجيكا بلدي وأفتخر، بلجيكا التي تفتخر بكرديتي وتفتخر بسوريتي طبيعي سأفتخر بها. من ينظر إلي بعين أنظر إليه بألف. من يتطاول على هويتي السورية أضع له حدا، من يتطاول على هويتي الكردية أضع له حدين وثلاثة وكفين وثلاثة، وأنا قادر يعني، ولدي العزم، عزم الفكرة وعزم الكلمة وعزم القول وعزم الجرأة. هذه المظاهرة التي خرجت فيها ينبغي لنظام السوري أن يقدم اعتذارا لمستوى الحضيض. ما صار في تاريخ سوريا هيك شيء. نزار قباني كان معارض، ما طلعت مظاهرات مناصرة للنظام ضد نزار قباني، مظاهرات مناصرة للنظام ضد أدونيس، مظاهرات مناصرة للنظام ضد آه، محمد الماغوط. ما صار هيك شيء ولا راح يصير. حتى على زمن بعث صدام حسين ما صار هيك شيء ولا راح يصير. شعراء صدام حسين، مداحي صدام حسين، لم ينزلقوا إلى ذلك الدرك الذي يهجون فيه محمد مهدي الجواهري أو مظفر النواب. ما صار هيك شيء، لا على المستوى الفردي ولا على مستوى التجمعات والمظاهرات في بغداد ضد شعراء أو كتاب أو أدباء معارضين لنظام صدام حسين. الذي ينفرد بهذه السفالة والوقاحة هو نظام أبو محمد الجولاني. ينفرد سابقة فيما يتعلق بالتعامل مع الكتاب والأدباء والصحفيين المعارضين. اليوم هو شنغوسي، بكرة شخص آخر، كردي، سرياني، عربي، المهم أن يكون لديه موقف نقدي من هذا النظام الفاشي. الفاشية تقطر منه يعني بتشرشر مش تقطر منه. طيب إذا كاتب اعترض، وأنا ماذا اعترضت؟ يعني أنا قلت رئيس مؤقت وانتقالي وكذا، عملوها مشكلة، عملوها مشكلة ومنتخب. يا حمقى يا جهل، هو ليس منتخبا، هو مفروض عليكم. فرض نفسه والمجتمع الدولي فرضه وما زال يحاول ترتيب أموره يعني، وليس رئيسا شرعيا ورئيس انتقالي. 5 سنوات تسمعونها مني، إن كتب لي الله عمرا ستسمعون، يعني ستبقون تسمعونها مني. الرئيس السوري الانتقالي المؤقت الغير شرعي. لما بتقول انتقالي ومؤقت معناته غير شرعي. هنالك شيء غير شرعي يجري في سوريا. الشرعية الدستورية مفقودة، الشرعية القانونية مفقودة، الشرعية الشعبية مفقودة، الشرعية الثورية مفقودة. كل الشرعيات مفقودة في أبو محمد الجولاني. لا يغرنكم تطبيل وتزمير المكوعين يعني. وراح أرجيكم نماذج للمكوعين بيقولوا لي إنه هوشنق رجع قسدي، ما بيطلعوا على حالهم، بدهم يرجعوا سوريا أموية 1400 سنة، ما بدهم هوشنقوس يرجع 10 سنوات 5 سنوات. وطبعا مش صحيح هذا الكلام. أنا لست قسديا، أنا كردي وسوري وأعي ما أقول وأدافع عن فكرتي يعني بالتي هي أحسن، بالحجة والبينة والموعظة الحسنة. لكن إذا كان هنالك تطاول ويعني موضوع شيء بسيط يمس كرامتي، يعني سيلقى ما لقيه معاذ محارب، واللي أكبر من معاذ محارب. طبعا أنا استهدفت هذا المعاذ المحارب لأنه كان صليط اللسان ووقح وغير مهني وبذيء ومفزلك، بيشبه كثير النظام الذي
يعمل لصالحه. مهم، صارت حملة تضامن كبيرة واسعة من الكرد السوريين دعما لموقف هوشنگ أوسي، والرفض لإعلام نظام الجولاني وطريقة تعامل إعلام نظام الجولاني. طالما تنظرون إلينا على أننا قسديين ونحن لسنا قسديين، أنا لست قسديا، لكن طالما تنظرون إلينا إلى أننا قسدين وتحاولوا تصطادوا شوية كتاب يعني متواضعي الموهبة أو شوية نشطاء مجهولين لحتى تستميلونهم بطريقة أو بأخرى على حد تعبير حمزة مصطفى، يعني إيدكم وما تعطي، تطلعوا علينا كقسدين، ترى راح نتعامل معكم كقسدين. أنا حتى الآن لا أتعامل كقسدي، بس إذا لمست لديكم أسرارا في هذا الخصوص ما عندي مانع، مع كل تحفظاتي كل انتقاداتي لقسد ولأداء قسد، لكن سأتعامل معكم كقسد وبعزم قسد. عندما كانت تحارب الإرهاب الداعش، عندما وقفنا جميعا مع قسد ضد غزوة كوباني، وقفنا مع قسد ضد احتلال عفرين، وقفنا مع قسد في معارك الباغوز وتحرير الرقة ودير الزور من داعش، من تنظيم داعش الإرهابي. وقفنا وقت ذاك وقفة عز، وقفة وطنية ضد هؤلاء الإرهابيين الموجودين حاليا في نظام الجولاني. أنا مستعد، كردي وجبلي وعنيد وصبور ومقاتل، بإمكاني أن أقاتل على أكثر من جبهة. لا يرعبني لا مهند القاطع ولا مهند الطاقع ولا علي المرعبي ولا جيش من هؤلاء، لا يرعبونني، لأنني قوي الحجة وأقف على أرضية صلبة، وأعرف وأعي ما أقول ومتى ينبغي علي أن أقول. هذا التفاعل، هذا الدعم يبدو لي الدعم الكردي والعربي لموقفي، وأنا ما غلطت، أنا لم أتطاول يعني ولم أتجاوز حدي في هذا الخصوص. اختلفت وانتقدت ورفضت أن يقاطعني أي ضيف، حتى الآلارشي علاء الدين آلارشي رفض أن يقاطعني. لا، هذا كان يناقشك يا أستاذ، ما يقاطعك، يناقشني عبرك، تعيد له السؤال، ماذا تقول، ماذا تعقب، أهلا وسهلا. هنالك أصول وآداب في إدارة الحوار، مش يقاطعني. مسألة المقاطعة مش مناقشة، شتان ما بين الأمرين يا أبو حنانيك. مهم، هذا التضامن أرعبهم ويرعبهم وسيرعبهم، ما دفعهم إلى الخروج في مظاهرات ضدي، والسوشيال ميديا مطبولة ضدي، طز واثنين وثلاثة بكل حملات نظام الجولاني، بكل جيوش ذبابه الإلكتروني، حميره الإلكتروني، خنازيره الإلكترونية، جحوشه الإلكترونية، بكل هؤلاء. أنا صار لي 14 سنة أنتقد حزب العمال الكردستاني ولم أتزحزح. انتقدت نظام بشار الأسد في دمشق، وأنا والناس تعرفني كردا وعربا، في الصحافة العربية في الصحافة الكردية يعرفوني أنه أنا يعني كردي أصيل وسوري أصيل. عندما يعني يستوجب العناد أنا عنيد عناد جبال كردستان في مواجهة الغزاة والمعتدين، وعندما يستوجب الأمر أكون مرنا فراتا زلالا كماء الفرات وماء دجلة وماء نبع الفيجة، عندما يستوجب الأمر، عندما تستوجب الحالة.
وعليه يطالعوا مظاهرات ضدي. خلاصة قولي لهم ما قاله الشاعر الكبير الراحل الفلسطيني الكبير محمود درويش: عابرون في كلام عابر. طبعا أنا مزبله على الآخر، لكن لا يمنع شخص آخر جعلني أن أرد عليه، وأرد على مهند القاطع. مهند القاطع هذا الكائن اللزج المتطفل، مرارا وتكرارا تطفل علي وطلبات صداقة ويا أستاذ ونلتقي وكل القصص. سبق أن تحدثت عن هذا الموضوع ولا أريد أن أكرر تلك التفاصيل. يتهمني بأنني عدت قسديا وبوق قسدي، لك تطلع 60 بوق. ويعني أنا أختلف في الكثير مع الأوجلانيين، لكن ذلك التوصيف الجميل الذي وصفوك به، بواق الدجاج، أنت والبواق الثاني أبو عمشة، هذا التوصيف حفر تنزيل. أتفق مع الأوجلانيين في هذا التوصيف اللائق بك، وربما يكون أيضا شرفا لا تستحقه، ربما تكون أدنى من هذا التوصيف. تتهمني بأنني قسدي وهو شنق يرد على هوشنق. طيب، راح خلي مهند القاطع يرد على مهند القاطع. شاهدوا أصدقائي الأعزاء ماذا كان يقول مهند القاطع عن الجولاني في 2016، وكيف ينظر إليه وقت ذاك. الآن فخامة الرئيس، فخامة الخسيس، الآن سابقا كان الخسيس، الآن صار الرئيس. شوفوا مهند القاطع وقت ذاك ماذا كان يقول على الجولاني، وكيف يصفه بأعذب الكلمات والمواقف الجميلة. هذا الكلام من 2016 في تلك الفترة، وبإمكان من يريد التحري سيجد ربما المزيد، سيجد التفاصيل يعني. وحري بمهند القاطع يرجع لحساباته على السوشيال ميديا ويحاول ينظف آثار وبقايا جرائمه. أنا ما زلت أنتقد حزب العمال الكردستاني في الأسبوع الماضي باللغة الكردية وباللغة العربية. أنا ما صرت أقول والله بيجي ساروك آبو وعاش حزب العمال الكردستاني وعاش، ما بقول هيك شيء. ولم أقل عاشت قسد وكلنا قسد والقصص هي، لم أقلها، لم أقلها مثل ما أنتم غيرتم وكوعتم من توصيف يعني يشكك بفك الارتباط بين النصرة والجولاني، ويشكك ويصف القاطع الطاقع. وهنالك فرق بين القاطع من القطع والطاقع من الطقع. يعني يصف سلوك الجولاني وانه مثل سلوك ابو محمد البغدادي، على اساس انه في فارق بيناتهم. هذا الكلام كلام مهند القاطع اللي هلا بيقول فخامة الرئيس، وهي قهوة. يا ول ارقد يا ول، عيب عليك ترى. إذا استلمتك سأتفرغ يعني، راح أترك حزب العمال وأترك نظام الجولاني وأتفرغ لك يعني. طبعا أنت لا تستحق ما أصرفه من وقت عليك يعني.
لذلك تجاهلت كل الاستهدافات اللي فعلها، وهو شوية لقاليق صهيب اليعربي وصهيب أسماء يعني وهمية، ربما يكون هو نفسه يعني. المهم، من ذكرني بمهند القاطع؟ أحد الأصدقاء أرسل لي سكرين لكلام هذا البني آدم. هاد علي المرعبي، لبناني من طرابلس، بعثي صدامي، من منذ عقود يعيش في باريس. لكن للأسف الشديد لم تغير فيه باريس الأنوار، لم تغير فيه شيئا، بقي بقي على حال بعثيته، فاشيته وعنصريته. هذا الشخص كتب عني تعليقا مسيئا على صفحة مين؟ على صفحة البعثي الصدامي الأسدي السابق مهند القاطع. يعني وافق شن طبق، اثنين بعثية، اثنين صدامية، اثنين يكنون حقدا أعمى للكرد. طبعا هلا بيحق له مهند القاطع، يعني سوريين بيناتنا، انت شو حشرك بيناتنا؟ شو حشرك يا مرعبي؟ انت طرابلسي، انت لبناني، يا استاذ، شو اللي دخلك بيناتنا؟ انا ومهند القاطع يشتمني اشتمه، ناقشه، انت شو دخلك؟ شو خصك بهذا الموضوع؟ تشتم هوشنقوسي، اشتم هوشنقوسي على صفحتك. هل تجرؤ؟ هل تجرؤ؟ سأقاضيك، سأقاضيك أمام القضاء الفرنسي، أنت جرأت على إهانتي يعني. المهم، كتب مقطوعة من الأكاذيب في تعليق سأعود إليها لاحقا يعني. لكن للتذكير يعني، ربما بعض الأصدقاء لا يعرفون من هو علي المرعبي. هو مواليد منتصف الخمسينات، 54 53، لبناني من طرابلس، سني متطرف، حاليا أقرب إلى السلفية والإخوان، الإسلام السياسي، وبعثي وصدامي سابق. وشو كمان، يرأس مجلة كل العرب، لديه مجلة، مجلة كل العرب تصدر في باريس. هذه هي مجلة كل العرب. طبعا مهنيا وصحفيا لا يجوز لرئيس التحرير أن يستثمر موقع المجلة لنشاطاته الخاصة، مقابلة تلفزيونية والقصص هاي من غير الجائز. ما في رئيس تحرير بيحترم المجلة أو المهنية أو المناقبية الصحفية ويأتي ويستثمر الموقع الإلكتروني لأموره الشخصية يعني. هي ما صارت، هي كمان سابقة يعني، ولا يهمكن يعني. هذه المجلة أنا شفت نسخ منها في باريس في زيارتي الأخيرة، كثير متواضعة فنيا مهنيا يعني. سألت بعض الموجودين إنه هذه المجلة كأي مجلة، هل تدفع مكافآت مالية مثلا اللي بيكتبوا فيها؟ قالوا لي لا، الكتابة فيها تطوعي ومجاني. وشفت كاريكاتير يعني كتير بشع يعني، كتير كتير طائفي، فيما إن كلنا ننتقد حزب الله وإيران وكذا، لكن هنالك حد الذي يفصل النقد السياسي عن النقد الطائفي يعني. في هذا الإطار لا يعني، ما رأيته من رسوم كاريكاتيرية في المجلة تبعيت وتصفحت شوي هيك،
فشفت إنه كتير مستوى متدني فنيًا يعني، فهي مجلة متواضعة ومش معروفة، مين من الكتاب العرب المهمين الموجودين في باريس بيكتبوا فيها؟ من يعني؟ أنا لا أعلم يعني. فاروق مردنبيك يكتب فيها؟ لا، لا أعتقد. مين كمان؟ سلام كواكبي يكتب فيها؟ لا أعتقد. برهان غليون يكتب فيها؟ لا أعتقد. أنعام كشجي تكتب فيها؟ لا أعتقد. إيمان حميدان الروائية المعروفة اللبنانية تكتب فيها؟ لا أعتقد. لا أعتقد يعني. إذا بيكتبوا فيها فليبرز لي إنه بالفعل إنه هؤلاء الكتاب المحققين المشهورين المعروفين. صبحي الحديدي كتب فيها؟ ما بظن يعني. مجلة كتير متواضعة. هو يرأس تحرير هذه المجلة. صار نشاط في باريس ملتقى الكتاب الدولي. طبعا هو مش كتاب دولي، ما هو مش ملتقى دولي، ملتقى كتير متواضع يعني. بيتوتي، لا دور نشر دولية، لا دور نشر عربية حتى يعني. مكتبة العرب في إيسن اللي شاركت، ودار الزمان أرسلت نسخ من كتبي للمعرض عن طريق الصديق المترجم التونسي علاء الدين سعيدي. أصلا فكرة الملتقى هي فكرة علاء الدين سعيدي، هو قالها لي في باريس أنه الفكرة هي فكرته يعني. لكن كان هنالك تعاون ما بين نقابة صحفية للكتاب والصحفيين في أوروبا، ومطبعة ومجلة كل العرب، يعني نسقوا هذا النشاط. وعلاء الدين سعيدي وجه لي الدعوة بشكل رسمي، وأصر على أن أحضر. طبعا المراسلات كلها موجودة يعني لا علاء في ينكر ولا المرعبي في ينكر. ذهبت ذهبت على حسابي يعني. نفقات السفر والإقامة أنا غطيتها يعني. وبالتالي ما له عندي شيء، بالعكس. الفضل، إذا فينا نحكي عن الفضل، الفضل لي فضل عليه على أنني شاركت في هذا النشاط. صار وقت الندوة، تعاملوا في بداية الندوة كان معي عادي، ورحبوا مرحبا وكيفك وما بعرف شو، وتبادلنا عادي يعني مثل الناس بيتعرفوا على بعض، بيتبادلوا البطاقات والسوشيال ميديا والقصص هي عادية يعني. كأي تعارف ودي عادي احترام. لكن في الندوة تطاول، وسترون يعني. وأنا نشرت في في قناتي وعلى السوشيال ميديا تفاصيل ما جرى في الندوة. ويعني حسنا فعلت. وما كان لايف على الفيسبوك، كان تسجيل. الكاميرا كانت تسجل مش لايف يعني على الفيسبوك. طبعا هو كذب يعني. راح ارجع لاكاذيبه وناقشها وحده وحده. وحدث ما حدث، ونال حقه وحظه من الرد الذي يليق به. نال. وأنا قلت للحضور: أنا أتيت مشان الحضور، أنا أتيت مشان هؤلاء المبدعين، مشان هؤلاء الكتاب، ما أجيت مشان خاطرك. هم يقولون اخرج اخرج، الكل وقفوا والصوت واضح، قالوا لا. ولم أخرج، لم أخرج من القاعة. وأنا قلت الفاشي يطلع لبرا، العنصري يطلع لبرا. أنا في بيتي مصر، وأنا حجزت الغرفة على حسابي، أنت مش حاجز لي شيء حتى تمنني وكذا. على العكس تماما. أغلب النشاطات التي أشارك فيها، مثلا دعيت لمعرض تونس، لمعرض الشارقة، لنشاطات خارج بلجيكا، داخل بلجيكا، الجهة المنظمة هي التي تغطي نفقات السفر. أنا كرم أخلاق مني يعني شاركت بهذا النشاط المتواضع يعني، والهزيل. لا دولي ولا هم يحزنون يعني. شوية صور على السوشيال ميديا اللي شاركوا الملتقى الدولي، أصلا أنا ما شاركت.
الملتقى نزّلت البوستر بدون أي تضخيم يعني، على الملتقى الدولي والقصص هي يعني. ف ما كان يعني بهالمستوى اللي بيقوله هو. الآن نأتي إلى ما قاله المرعبي في تعليقه الصفيق التافه الكاذب. بعض الأجزاء من هذا التعليق ما عندي وقت يعني أصرفه زيادة في الرد عليه. شو كاتب؟ في الملتقى الدولي للكتاب العربي في فرنسا الذي ننظمه سنويا في باريس، هو مش ملتقى دولي. قولا واحدا لا تنطبق عليه مواصفات الملتقى الدولي غير أنه هو موجود في باريس. عدا عن ذلك لا على صعيد المشاركة، لا على مشاركة دور نشر يعني. آه والكتاب اللي اجوا كلهم اجوا على حسابهم يعني. حتى اللي اتوا من تونس ومن المغرب اتوا اخذوا الفيزا، واتوا يعني سياحه، اتوا لاستجمام وسياحه وساووا شويه قراءات شعريه وادبيه وهيك قصص. لا ملتقى دولي ولا هم يزعلون يعني. اسم كبير بس على ضيعه كثير متواضعه يعني. وانا لم اكن اعرفه ولا سامع باسمه. طبعا الصديق علاء الدين السعيدي طرح اسمي، هو يعرفني. أنا لست مسؤولا عن جهل علي المرعبي. طبعا إذا علي المرعبي لا يعرفني هذه ليست مشكلتي، لأنه هو أصلا لا يعرف أحد. أغلب إن لم يكن كل المشاركين في هذا النشاط كان عن طريق علاء الدين السعيدي. هم يعرفون علاء الدين السعيدي أصلا. أنا أنا لم أكن أعرف من هو علي المرعبي وما محله من الإعراب يعني. لاحقا عرفت من عراقيين من سوريين انه يا اخي هذا بعثي صدامي، اخذ تمويل من صدام حسين من القذافي. وحكوا لي يعني كثير تفاصيل عن هالشخصيه الفذه يعني الكبيره يعني. اصلا شو منجزه؟ انا سالت شو منجز ضمن القاعه، شو منجزه المنجز الادبي، الكتب النقديه، الدراسات. هنيك ما في شيء غير هاي المجلة، ما في شيء. مجلة كل العرب لا شيء. أرضية صلبة وقوية من النتاج الأدبي الروائي النقدي البحثي، ما في شيء. هذا ما قالوه لي هناك. ما عنده شيء يعني. المهم هو ما كان سمعان باسمي، مش مشكل يعني. لكن الآن سأعطيك شوية معلومات عني. طبعا هو بيعمل تحري. مش معقول يقبل بدعوة لشخص مش معروف يعني في الوسط الثقافي العربي والسوري وكذا. وأنا لم أكن أعرفه ولا سامع باسمه حتى طرح اسمه أحد الزملاء وهو علاء الدين السعيدي.
وأكد لي أنه ليس من دعاة الانفصال أو من مؤيدي قسد. نعم، ألست من دعاة الانفصال، لكنني لا أعارض الانفصال. يعني إذا الدروز انفصلوا عن سوريا لا أعارضهم، مثل ما لما لبنان انفصلت عن سوريا، يعني ما فيني أقول لبنان بدها تنضم لسوريا، ما فيني أقول لا. ما يعني أنا لا يمكنني أن أتخذ ما عندي هذا الترف، يعني أن أقف أمام حقوق الشعوب. ما عندي النزوع مشان أرضي فاشيتك وعنصريتك وقف ضد حق الكرد في تقرير مصيرهم، لا تحلموا فيها. أنا لا أدعو إلى الانفصال في سوريا، لكنني لست ضد حق الاستقلال، ضد حق تقرير المصير الشعب الكردي، وأنا مش قصدي. وما قاله علاء الدين السعيدي صحيح. ضد قسم عنده شرط انه ما يكون مع الانفصال وما يكون قسدي. شرط المشاركه في هذا الشرط الفاشي العنصري. طبعا هذا الشرط ينطبق عليه في البعض من التفاصيل، انه انا لا اطالب بالانفصال لكنني لا اقف ضد الانفصال. كردا عربا سريانا، مين بده ينفصل؟ ما لا تبتنى الدول الوطنيه بالقهر والجبر والاكراه. ما في وطنيه جبريه وكراهيه، ما بتزبط هيك يعني. شو كمان بيقول؟ عندما بدأ بوقته المخصص قام بوضع هاتفه يعمل بث مباشر. مش صحيح هذا الكلام، كذب. كذب يا حضرة الناشر الكبير. ما كان في بث مباشر، كان في تسجيل لوقائع الندوة. وهذا الأمر ممنوع. قلت لأحد الزملاء دعه حتى لا يقول إننا منعناه من ذلك لأنه كردي. لا، أنت أتيت ووشوشت في إذني، أتيت ويا ريت تحكي عن رواية وحدة وكذا وما تحكي عن كل رواياتك من هالتفاصيل. أتيت وأعطيتني شوية تعليمات لم ألتزم بها طبعا. استمعت كرجل مسن ختيار، إجا ويحاكيني احتراما لسنك. نعم، هززت رأسي وقلت نعم، ولم ألتزم بكلامك. أنا أتحدث عن تجربتي الثقافية والروائية، لا نحصرها في رواية واحدة. أنا عندي 6 روايات، عندي 6 روايات منشورة في دور نشر عربية محترمة، فطبيعي يعني لن ألتزم بكلامك هذا بهالتوجيهات البعثية والعنصرية. وكان الوحيد طوال 8 أيام في الملتقى الذي سمحنا له بذلك. طبعا شو الأكذوبة؟ أنا أصلا لم أحضر ال8 أيام، كل اللي حضرتهم الأيام الأخيرة، ونشاطي كان في الحديث عن التجربة الثقافية، تجربتي الروائية وفي الكتابة. كان يوم 24 أكتوبر، ومشاركة شعرية، قراءة شعرية في اليوم الأخير في 25، وألغيتها. ورحت على معهد العالم العربي. ليش عم تكذب يا ختيار الجن؟ ليش؟ لشو هالكذب؟ يعني أنت ما بتعرف أنه هلا علاء الدين السعيدي إذا قرأ هذا الكلام راح يضحك عليك؟ ما تعرف أنه هلا الناس اللي بباريس يشوفوا هذا الفيديو راح يتأكدوا بأنك كذاب كبير؟ تكذب على الناس هيك على عينك يا تاجر طوال 8 أيام. شو طوال 8 أيام؟ مش صحيح هذا الكلام، ليس صحيحا. من استقبلني في محطة باريس علاء الدين السعيدي، وهذا الأمر لم يكن في طيلة أيام سمحت لي، وأنا ما عملت بس مباشر طيلة الأيام أبدا. وصفحتي على الفيسبوك موجودة. يعني كذب في وضح النهار، في رابعة النهار، ودون خياء وحجل، دون حياء وخجل، دون حياء وخجل. خلانا نقلب النقطة من الحاء والخاء. شو كمان؟ عندما بدأ حديثه في الوقت المخصص له بدأ بالانحراف واضحا، مع أن المناسبة ثقافية. طبعا أنا لم أنحرف،
أنا تحدثت عن رواياتي وعن تقاطع الهويات والأمكنة، والتسجيل كله موجود. يا كذاب، احترم شيبتك. التسجيل كله موجود. أنا أتحدث عن الواقع، والواقع السوري، وأنت تجي تقنعني إنه والله دروز مسلمين ولا مش مسلمين. أنا بعرف إنه مسلمين، أنا بعرف التفاصيل، الاختلافات الموجودة بين الطوائف الإسلامية. قارئ تاريخ الإسلامي أكثر منك، أكثر منك قارئ التاريخ الإسلامي. أنت شو بيقول لي أنا أستاذ بالتاريخ؟ أنت أستاذ بالتاريخ البعثي، أنت مش أستاذ في التاريخ ما بعرف شو. فكان بيجي بيناقشني وحاول أن يعترض ويخطئني، وأنا رديت عليه بأدب، فرد علي، بعدين رديت عليه. تفاصيل موجودة، يعني ستجدون الرابط الفيديو في يعني في صندوق الوصف، وتكتشفوا مين اللي بيكذب، أنا ولا هو. يعني شو كمان، أنا عندما أقول كلاما أحسب حساب إن الناس شاهدوا، إن الناس بإمكانهم أن يردوا علي، إن علي المرعبي بإمكانه أن يرد علي بالوثائق. أنا أحسب حساب لهذا الشيء. أنت باينتك ما عم تحسب حساب لهذا الموضوع، وهذا الكلام والافتراء والأكاذيب اللي أنت ناشرها تحاسب عليها أمام القانون. هذا كذب كذب كذب. شو كمان بيقول؟ عندما بدأ حديثه في الوقت المخصص له بدأ بالانحراف واضحا، مع أن المناسبة ثقافية. تم التصدي له، تصدي له، وثم طرده من الملتقى ومن القاعة. كذب. يا ولد ليش تكذب؟ أنت ليش تكذب؟ ليش؟ هل أنت بحاجة إلى الكذب في هذا السن؟ أنت تجاوزت 70. احترم سنك، احترم مقامك. عندك أحفاد، عندك أولاد، عندك أصدقاء. لماذا تحط نفسك في مواقف بايخة يا كذاب؟ أنا لم أخرج من القاعة، أنا سألت الناس أبقى أخرج، ما عندي المشكلة. هاي مش يعني القاعة الذهبية اللي واحد يقتل حاله مشان يشوف حضرتك، يعني يضحي. أنا مش مستعد أضحي بحالتي النفسية وأشوف جمالك. يعني شو القاعة يعني؟ مع احترامي الموجودين للقاعة باستثنائك أنت، لأنه أنت لم تحترم نفسك، ما خليتني أحترمك. وأنا طالبتك أن تحترم سنك ومقامك، لكنك لم تفعل، فإذا استحق عدم الاحترام. أنت اللي ما خليت مجال للاحترام، لا لنفسك ولا لضيوفك. وطالبتك بالاحترام، أنه أنا ضيفك، احترم ضيوفك، وأنت لم تحترم ضيفك ولم تحترم ضيوفك، وتجي تصفني بالعنصرية يا عنصري يا فاشي. أنا أقول لك أمام الناس أن اللغة العربية هي لغتي الثانية، لغة الأم الثانية، وأكتب باللغة العربية وأحب العرب، وجرى تكريمي في بلدان عربية، وحصلت على جوائز عربية، وعلاقتي بالعرب وشيجة وعميقة، وجاي تصفني بالعنصرية يا فاشي مثل أنصار الجولاني حاليا. استحي على شيبتك يا زلمة، استحي، استحي. أصدقاء هناك قالوا لي أنت ليش رحت؟ سوريين، قال لي يا وشنق هذا واحد موتور، واحد فاشي، أنت كيف بتروح على هذا النشاط؟ قلت له والله انخدعت. أنا ما بعرف، يعني أنا بعرف علاء الدين السعيدي، وعلاء الدين السعيدي أعطاني صورة مبالغ فيها يعني، يتحمل جزء من المسؤولية، واعتذر في نهاية المطاف مرة واثنين وثلاثة. اعتذر علاء الدين السعيدي مما جرى يعني، وتنصل وتبرأ من سلوكيات علي المرعبي للأمانة. أشياء أخرى قالها لن أذكرها، يعني حفظا لما وجه علي المرعبي يعني. مهم، تم طرده من الملتقى؟ لا أبدا، أنا بقيت في الملتقى لأنه أنا أصلا كنت حاجز في البيت التونسي، جاي على حسابي، رايح على حسابي، ما لك عندي شيء نهائيا. لم أخرج من القاعة، بقيت في القاعة. أنهيت الندوة، أنهيت الندوة، أنا اللي أنهيتها، وأنا اللي، والفيديو موجود، الفيديو موجود يا بني آدم. أقول بالعربي الفصيح أنه أنا
لن أكمل هذه الندوة ولا يشرفني إكمالها بوجودك، وسأغادر. أنا اللي قلت. وبعدين سألت الناس أنه تريدون أن أبقى؟ سأبقى. وقالوا تبقى 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 بصوت يعني واضح. فبقيت قرابة 20 دقيقة، يعني طلعت تنفست شوي وشفت الصديقة العراقية يعني أتت تهديني، وصرنا نغني تلك الأغنية العراقية، كرد وعرب رمز النضال، هربجي كرد وعرب رمز النضال. وصار تفاعل مهول من الكرد والعرب معي. لي الشرف انه واحد حفيد سلام عبد الرحمن كواكبي، سلام كواكبي، تضامن معي، وأنت هاجمته وانتقصت وطعنت فيه وفي جيناته بطريقتك الخسيسة الدنيئة. يعني لم تبقي حرمة، يعني تطاولت على أصل هذا المثقف الباحث الأكاديمي المحترم السوري الأصيل. ليش؟ لسبب لأنه تضامن معي. يا جماعة الخير، ولا واحد حتى مهند القاطع لم يتضامن مع المرعبي وقت ذاك. ومهند القاطع أكذب منه ويقول شاهدت وشفت أسلوبك وما بعرف شو. حتى مهند القاطع لم يتضامن معه. وكل العروبيين، يعني موقف علي المرعبي كان مخزي، ولا واحد من اللجنة التحضيرية تضامن معه. أقول لكم علي السعيد اعتذر، يعني ولا واحد من اللجنة التحضيرية، بالعكس تماما. كتاب لبنانيين مشهورين ومعروفين لا راجعوا التعليقات، وهو يراجع ويدقق وبيحفر على أساس أنه يجد لي مثلا طز طز. فليبدأ. أنا أتمنى أن يلجأ للقضاء لكي أفتح المزيد من الملفات. أنا يعني احتراما لشيبته، وأنا صحفي استقصائي وبعرف شو أحكي يعني، فيلزم حدوده ويلزم الأدب، ويبطل كذب، يبطل يكذب. يعني آه تم طرده من الملتقى مش صحيح، تم طرده من القاعة مش صحيح، كذب. والناس راح تشوف وراح تقول انه كذب. علي المرعبي بيحطوا علي المرعبي بين قوسين بين ضفرين الكذاب. كذب، هذا الكلام كذب، لم يحدث شو كمان بيقول وحذفه من الملتقى نهائيا كذب. علي السعيدي أصر أنه أن آتي وأن أستكمل النشاط ويعني القراءات الشعرية. قلت لا، لن أشارك يعني كنوع من الاحتجاج، وبقيت ولم أحضر. رحت للنشاط معهد العالم العربي والقراءات الشعرية، والتقيت بالصديق أنعم كججي، والتقيت بالصديق فخر إدريس، والتقيت بالصديق العزيز سلام كواكبي. ويعني كان يوم قصير لكن حافل باللقاءات. والتقيت بالصديق والأستاذ الكبير صبحي الحديدي في معهد العالم العربي، وعمر قدور، والكثير يعني التقيت به. وفي ناس شفتهم هيك ما حبيت سلم عليهم كمان، يعني ما حبيت، طنشتهم. والتقيت بالصديقة العزيزة صاحبة المكتبة اللي أتت خصيصا مشاني، نجاة ميلاد، المترجمة التونسية الصديقة العزيزة المحترمة. أتت ما أجت على النشاط، أجت مشاني. رحنا على البيت التونسي وأكلنا لبلبي يعني كان يوم رائع. طبعا اليوم الأخير اللي كان يوم حافل بالنشاط كله كذب عم يحكي. وحذفه من الملتقى نهائيا لا أدب ولا أخلاق. والله واحد يعني يكذب بهذا المستوى ويختلق أحداث ويفبرك ويضلل ويدلس، ما عنده جنس الأخلاق، ما عنده جنس الأدب. ويعني كائن بذيء، كائن بعثي صدامي على سلفي على
إخواني على ما بعرف شو، كل الموجودين، الوسط الثقافي في باريس، في فرنسا كان مطبول بهذا الموضوع، شي بيعرفوا شي ما بيعرفوا، لبنانيين حكوا معي، سوريين حكوا معي، الكل تضامن، ولا واحد تضامن معه، هو أصلا لم يكتب شيئا على صفحته في تلك الفترة في ذلك اليوم تفاديا، يعني انه الناس تقول له بطل كذب، يعني ما بتنبلع. عدا عن ذلك في ذلك النشاط تطاول على كتاب آخرين، والناس صارت يعني متذمرة وتشكو، وقالوا لي الناس الموجودين يعني أنه يا هوشنك أنت الوحيد الذي وقفت في وجهه وأوقفته عند حدي. هذا فيما يتعلق بتخرصات وأكاذيب علي المرعبي. طبعا هو كذاب، يقول انه والله انا ما بعرف هوشنج ولا سمعان فيه، انا بعثت السي في وبامكانه ان يتحرى. يلا مش مشكله، للامانه ساحاول ان اذكره ببعض ثمار نشاط وحراك هوشنغوسي في العالم العربي. لنبدا. البدايه من الجزائر، بلد المليون شهيد. قبل نحو 15 عاما فزت بجائزة شعرية في الجزائر، ويعني شهادة تكريم آه، أرسلوها لي عبر البريد، وعلى أساس يرسلوا 5000 دينار جزائري، وما عاد أتذكر يعني. طبعا أنا عم بحكي في 2010، ما كان عندي حساب مصرفي، فالموضوع صار عرقلي، وعلى أساس يتبعوا آه، أحد دواويني كمان. مهم، هذا كان الإنجاز الأول لي في دولة الجزائر العزيزة الحبيبة. آه، ليكن معلوما لدى المرعبي والقاطع ومن على شاكلته. لنأتي إلى فلسطين. يعني فلسطين حاضرة في 5 أعمالي الروائية. فلسطين موجودة إلى جانب كردستان، إلى جانب الكرد، إلى جانب سوريا، إلى جانب لبنان. رواياتي هكذا متعددة الأمكنة والهويات والثقافات. أنا مش يعني كردي متعصب لمنطقة معينة. في الأدب حتى في السياسة أنا مرن مع المرنين، معتدل مع المعتدلين، وشديد العزم مع المتطرفين. فهذه كانت مشاركتي في ملتقى الرواية في فلسطين بدعوة كريمة من وزارة الثقافة. سافرت من هنا إلى فلسطين وجرى تكريمي، يعني مشاركتي في ملتقى الرواية وجرى تكريمي هناك. والتقينا أيضا فخامة الرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين. التقينا وكان كلاما جميلا، وحكى أكثر من ربع ساعة عن الكرد في فلسطين، وعن العلاقات الكردية الفلسطينية، العلاقات النضالية ما بين الكرد والفلسطينيين. كلام جدا رائع، وكانوا موجودين كثر، يعني الرواية السوري خليل النعيمي، الرواية العراقية نعم كتشجي، كثر كثر، ومن الكرد أنا والشاعر مروان علي والروائي جندوس كمان كانوا موجودين. هاي على مستوى فلسطين. من فلسطين إلى تونس. هذا يعني هي درع تكريم وشهادة تكريم من معرض تونس الدولي للكتاب. وجهت لي دعوة رسمية وذهبت. طبعا
النشاط الفلسطيني والنشاط التونسي يعني مغطى ماليا فيما يتعلق بالأمور اللوجستية. إذا معرض تونس الدولي كرمني ككاتب سوري، وعندما كرمني مدير المعرض قالها بدون حساسية، بدون مشاكل، بدون عقد بعثية وقومية وفاشية وبدون عنصرية. قالها الكاتب صديقي الكاتب الكردي السوري هو شانغ أوسي. قالها بمنتهى الأدب والاحترام مع التقدير والتكريم. شوفوا الجمال التونسي الأصيل المنفتح، بعيدا عن الفكر الصدامي والفكر العفلقي والفكر الإخواني القمي المثير للغثيان. هاي شهادة تقدير من رابطة الكتاب والصحفيين الكرد في سوريا، أفتخر بها يعني. دائما أنا هكذا يعني أحلق بجناحين، جناح كردي وجناح سوري. هذه جائزة كتارا للرواية العربية التي فزت بها أو فازت بها روايتي سنة 2017، وترجمت الرواية للغتين الفرنسية والإنجليزية. ويا علي المرعبي، أنا لست مسؤولا عن جهلك. أنت ليش؟ أنت مين من الكتاب المعتبرين المعروفين المحققين بتعرف؟ مين؟ أنا لا أتحمل مسؤولية هذا الجهل أمامك. هذه الوسائل لكي تتعرف على هوشنغ أوسي، من هو هوشنغ أوسي يعني. توجه دعوة لضيف لا تعرفه، ما بتزبط يعني. هالأكذوبة مش ضابطة، بدها شوية ملح يعني. واحد بينظم نشاط يدعو شخص، يدعو كاتب غير معروف، ما بتزبط. وهذا الدرع هو تكريم من مهرجان قلاويج في مدينة السليمانية في كردستان العراق. في كردستان العراق يا مهند القاطع، في كردستان العراق يا علي المرعبي، في كردستان العراق يا أيتام صدام حسين والبعث الصدامي والبعث الأسدي. في كردستان العراق مثل ما في كردستان سوريا، في كردستان تركيا، في كردستان إيران. نعم، هذه ستقبلونها آجلا أم عاجلا يعني، ستقبلونها. وإذا بدكم تغيروا مسار التاريخ، روحوا غيروا في كتب التراث الإسلامي، غيروا في الأرشيف العثماني الذي يقول أنه هذه الأرض هي أرض كردستان، هذه المناطق هي مناطق كردية يعني، وأنتم الوافدون الجدد. حتى قيل لي أنه بيت المرعبي كمان أصول مش عربية، هكذا قيل، لست متأكد يعني. هنالك من يقول أو قال أنه ربما تكون أصول كردية. بلاها يعني، ما بدنا هيك شكيلات يعني، مو ناقصين والله يعني صداميين وبعثيين ضمن ضمن الكرد. إجمالا هذه التفاصيل البسيطة حول حراكي الثقافي مش لكي يعرف مهند القاطع على من يتطاول، مش لكي يعرف علي المرعبي على من تطاول ولقي حده وعرف حده ولقي رده، لكنه يعني لا يقف عند هذا الحد، لا يقف عند حده، لا يحترم حاله، لا يساعدني على أن أحترمه، لا يساعدني يا أصدقاء في باريس. هذا الرجل لا يساعدني أن أحترمه، لا يحترم حاله. إذا استمر في التطاول سيلقى ردا أشد، وهو يعني أجره الأمر يعني. طبعا أنا أتحدث عن الرد الأشد، الرد المعنوي، الرد القانوني، الرد القانوني. أصلا شو بقي له يعني، حتى
لا يتحمل حتى الرد القانوني، لا يتحمل حتى الرد القانوني. يعني شو بقي له يعني؟ سيلقى مني الرد المعنوي القانوني والثقافي والسياسي. وطبعا لكي يعرف نظام الجولاني، وهو يعرف، وأزلام وأبواق النظام الجولاني يعرفون، عندما بيطالعوا مظاهرات ضدي، هو شنغوسي من هو، وما مستوى حراكه في الوسطين الثقافي الكردي والعربي، في سوريا، في بلجيكا، خارج هذين البلدين. وبالتالي أكتفي بهذا القدر على أمل أن يتم مشاهدة هذا الفيديو كاملا، خاصة من أنصار الجولاني وأبواقه الحاليين البعثية، اللي كانوا يهاجموا الجولاني وهلا صاروا فخامة الرئيس بيمنحوا هذا النظام الفاشستي اللي على شاكلتهم. أكتفي بهذا القدر. دمتم ودامت سوريا بألف خير.